السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله لكم مفاجأة ويا رب تعجبكم، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. على فكرة هي المفاجأة هتبقى ليكم والريم كمان. ريمو على وصول دلوقتي عشان افرجها، يعني انا هحرق لكم جزء صغير من المفاجاه. انا كنت بوضب التراس بتاع البلكونه بتاعتي عندي، والحمد لله خلصتها، شبه ان انا خلصتها يعني، بافكار بسيطه ورقيقه وجميله، ويا رب تعجبكم. فانا كلمت ريم ومفروض ان هي جايه عشان تشوفها، وقلت اعملها لكم مباشر انتوا وهي في نفس التوقيت. ريم وصلت. تعالوا نروح نفتح لها ونخش سوا مع بعضينا نشوف المفاجاه. احنا هنروح نفتح لريم دلوقتي. ريمو خدي بالك احنا على الهوا مباشرة. بتعملي ايه؟ بصور. عاملة ايه؟ اخبارك؟ انت بتعملي ايه؟ يعني بعمل لك المفاجأة انت والجمهور مرة واحدة مع بعض. تعالي بقى عشان تشوفوها كلكم سوا. الله انا متحمسه جدا ان انا اشوفها. تعالي. وريني عملتي ايه؟ طبعا انت حضرتي معايا لحد ما جبنا الترابيزة بس، صح؟ دي اخر فتره. تعالي بصي بقى. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيك؟ الله. حلوه قوي. خلصتيها امتى دي اروح؟ ايه رأيك؟ جميله بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. بصي. لا لسه الناحية التانية بقى. بصي بقى. بسم الله ما شاء الله، حلوه خالص تصدقي. ايه رأيك في الفكرة؟ لا والفكره تجنن، والالوانات كمان متناسقه وعاطيه بهجه قوي المكان. لا ده انت لازم تحكي لي بالتفصيل عملتي ايه. احكي لك بالتفصيل. تعالي بصوا بقى. الحكايه موفره جدا وبسيطه جدا ومش مكلفه وشيك وحلوه ورقيقه ومبهجه. عايزه اقول لكم ان المكان ده يعتبر احلى مكان بالنسبه لي، بفطر فيه الصبح انا وبنوتي، وبالليل بقعد فيه ريلاكس كده مع نفسي. طبعا عايزين تعرفوا الافكار دي جت منين وازاي مش مكلفه. اولا دي كلها خشب. انا لما كان عندي لوح خشب، انت شارياهم؟ لا إيه؟ انا مش اشتريتهمش. انا كان عندي اوضه النوم بتاعتي الواحد الخشب بتاعت السرير كانت كبيره شويه، فروحت قصاها بالمنشار. انت انا اللي قصيتها، وطلعت في الاخر كلها قوالب كده، ايه، مكعبات كده زي ما انت شايفاها. منشار كهرباء. انا ما عنديش منشار كهرباء. اي حد يعملها بمنشار عادي، واديهم لاي حد يقصهم لك. ورحت مبيضاها بالالوان زي ما انت شايفاها كده، عملت كوكتيل الوان. عايزه اقول لكم انا اللي مبيضاها بايدي، انا ورميساء. عايزه اقول لكم المربع اللي فوق ده كنت اشتريت شفاط، والكرتونه هم عشان يحفظوا الشفاط من اي خبط كان جواه حاطين حواليه المربع الخشب ده اهو، شايفينه. انا اخدته طبعا ما رميتهوش، عملته زي برواز. على فكره طالع مودرن جدا دلوقتي وبيتباع غالي قوي. انا اخدته وبيضته وعملته زي ما انتم شايفينه كده. كان عندي بوهيه بيضه عادي. دي كده بقى ديكورات بقى، ايه، هتلاقي منها كتير. بصي هتلاقي هنا اهو ديكور اهو، دي كلها ديكورات اهي. حمامه اهي، بطه. مديه منظر طبيعي خالص يعني البلكونه. جدا جدا. عايزه اقول لك لما خلصتها كانوا الجيران واقفين بيتفرجوا عليها وبيصوروها من بعيد. كانوا مستنيين الحمامه دي يشوفوها هتطير ولا مش هتطير. المهم ان انا كان عندي البوهيه البيضه العاديه، رحت جايبه علب الالوان اللي هي الصغيره دي متوفره دي 4 الوان، وزودتها في برطمانات كده على علب على اللون الابيض، وادت كل برطمان اصفر وازرق وبينك وموف، ورحت ملونه بيهم كلهم بنفس الفرشه. اخلص واشطفها واعمل تاني، اخلص واشطفها واعمل تاني. يعني انت دلوقتي يعني دي عملتيها بايه؟ دي بقى بعد ما عملت بقول لك قطعت الخشب، جبت الحاجات دي من بتوع الحدايد والبويات. هي اسمها علاقه. ايوه. بتتخرم في جزء منها في الخشبه وهي مخرومه من فوق، الجزء التاني بتحطيه في الحيطه زي ما انت شايفاها كده، تطلع في الاخر بالمنظر ده. شايفينه عامل ازاي؟ اما الزرع ده طبعا ده ليه قصه تانية هنقضيها لكم في فيديو كامل ومتكامل وكبير، لان انا من عاشقه الزرع، انا بحب الزرع قوي. على فكره الزرع دوت فيه منه حاجات كتير جدا انا باخدها يعني بستعملها. الريحان مثلا وفي حاجات لسه ما طلعتش اهي فوق، هتلاقي لسه ايه هتزرع. ريحان، نعناع، شبت، الحاجات دي كلها بجيبها وبزرعها وبقص منها عادي وبستعملها للاكل. المهم بعد ما جبتهم وخرمتهم وعلقتهم في الحته زي ما انتم شايفين كده، رصيت عليهم اثار الزرع. والحاجات دي طبعا بتتباع عند اي حد من بتوع الاطباق البلاستيك والحاجات دي عشان خاطر الميه بالظبط كده.
على فكره في برضو قصريات زرع بيبقى ليها الطبق اه بتاعها يعني. ليها، بس انا دولت كنت جايباهم كده فرحت عاملاها عشان بس ايه منظرها ما يبهدليش الدنيا. دي بقى الشيلة دي عملت منها 4 الوان مختلفه، ال4 كلهم كده فوسفوري وبينك وتريكواز. حشيتهم طبعا، انا حشيهم كان عندي مخدات كده محشيه ريش عصافير. ممكن تحشيها قطن، ممكن تحشيها هدوم، اي حاجه عندك احشيها. بص شكلها عامل ازاي، جميله جدا طريه جدا وشكلها شيك قوي وعاطي منظر والوان. الارض زي ما انتم شايفينها كده، الارض دي موكيت، ده موكيت لونه اخضر شبه النجيل الصناعي. في ناس كتير بتعمله نجيل صناعي في الاماكن الواسعه الكبيره، بس انا اخترت اعمله موكيت كده لانه خفيف وموفر ورخيص ومش مكلف خالص. بالنسبه لي انا التربو ده انا مش بحب اعلق البصل والثوم والحاجات ديت على الحيطه، خصوصا عشان ما بوظش المنظر والديكور ده. فانا جبت تربو صغير كده حطيته وحطيت فيه البصل والثوم والبطاطس على قدهم بس كده، وحطيت كرسيين اخضر عشان يليق على لون الارض زي ما انتم شايفين كده. والناحيه التانية عملتها بنفس الفكره، السلالم ديت انا اللي رصاها كده سلالم كده، وعملت عليها القصاري بنفس الفكره ونفس الشكل. ودول برضو زرع لسه ما طلعش، يعني ده مزروع بس لسه هينبت. يعني هي دي الفكره. طبعا هنا ممكن تحطي اي ديكور بسيط خالص. دي كده تقدري تقولي كده الفكره باختصار، جميله مش مكلفه، ويا رب تكون بجد عجبتكم. قولي لي بقى يا ريم ايه رايك انت؟ لا بجد عجبتني، والافكار اللي انت عملتيها في الفيديو عجباني جدا وموفره يعني لاقصى درجه ممكنه. يعني دي كل الحاجات دي يعني في متناول اي واحده تقدر ان هي تجمل بيتها بمنتهى البساطه. اللي عنده بقى الخشب دي ممكن يعملهم خشب، اعملهم ازاز، اعملهم زي ما انت عايزه. هي افكار بتتعلق كده يعني علقيها. انت عاملاها سلالم غيرك، يعني كل واحد بقى ايه وفكره. والالوان برضو كل واحد برضو ذوقه في الالوان. أيوة. عايزه توحدي الالوان وحديها، عايزه تغيري الالوان غيريها براحتك. والديكورات دي اي ديكور عندك في البيت قديم حطيه، يعني انا ما اشتريتش حاجه مخصوصه، الحاجات دي كلها كانت عندي. بص الشكل عامل ازاي، بصوا. انا بقى هتلاقيني بقى زرعه لافندر وبردقوش. المفاجاه دي حلوه قوي يا لولو. عجبتك؟ جميله جدا بجد. وايه يعني حاجات من ما فيش حقيقي بجد، يعني ما كلفتنيش اي حاجه. هي علب الالوان الصغيره دي بس كده اللي جبتها، وانا كان عندي اصلا من الاول الوان اللي هي الابيض فزودت عليها. تقعدي على الارض تريحي ظهرك هتلاقيها تمام. فكره الموكيت الاخضر بدل النجيله موفره قوي. انا بفكر بقى يا ريم ان انا اعمل، بس يعني مش لسه ما خدتش فيها قرار، اعمل تكعيبه عنب في السقف. حلو قوي برضه. وجبت على فكره ليها جزء تاني، هعمل لكم جزء تاني لما بخلص بقيتها خالص للاخر، لان انا ناويه احط لها اضاءات ليد حواليها خفيفه كده، بس لما تظهر في الاخر هعملها لكم طبعا مفاجاه، يبقى شكلها حلو جدا مع تكعيبه العنب. يعني ناس كتير خوفين من موضوع تكعيبه العنب ديت، مش عارفه، بس انا حباها جدا. ليه ليها اضرار يعني؟ ما احنا عايزين عنب. قالوا لي عشان الدبان ومش عارفه ايه والحاجات دي فبلاش، فقلت طب اعملها بلاستيك. طيب بس هي شكلها عاجبني، فيا ريت لو حد عنده فكره عن الموضوع دوت او حد مجربه يا ريت تدوني فكره بالله عليكم وتقولوا لي ايه رايكم، اعملها ولا ما اعملهاش. تكتبوا لي في الكومنتات اذا كان حد مجربها، هل فعلا ليها اي اضرار، بتلم حشرات دبان، قولوا لي عشان ما اعملهاش. او لو كان حد عاملها وشالها، او لو حد عاملها وشايف ان هي حلوه. وبالمناسبه انا ساكنه في الدور الثامن، فهل ده ليه علاقه بالموضوع؟ يعني هل العلو ده عادي؟ بصي الديكورات دي بقى، بصي يعني اي حاجه بسيطه ممكن تعمل لك ديكور وتدي منظر جميل. بصي فراشه حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. هنا بقى القعده بالنهار مع الفطار جميله جدا، القعده بالليل مع نفسي كده وشويه مزيكا ما اقولكوش بقى، وفي الثامن بعيد عن اي ضوضاء. خلاص انا هاجي افطر معاكي بكره بقى. يا سلام، تنوري ونعمل لهم فيديو واحنا بنفطر سوا كمان. يا رب يا جماعه تكون الفكره عجبتكم وتكون البلكونه بجد عجبتكم. وزي ما قلت لكم اللي عنده اي راي او اي كومنت او اي حاجه شايفين ان انا ممكن ازودها تخلي شكلها حلو واحلى، يا ريت تقولوا لي وتبعتوا لي. هستنى رايكم بفارغ الصبر. اتمنى للمره الاخيره انكم تكون عجبتكم بجد. هستناكم في فيديو قريب تاني. بحبكم جدا وهتوحشوني من هنا لحد الفيديو التاني. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.
عايز تقولي حاجه يا ريم؟ انا عايزه اقول لك ان البلكونه عجبتني جدا تسلمي يا روحي. بجد جميله قوي والله، حلوه، ذوقك راقي جدا فيها. تسلمي يا حبيبه قلبي. نشوفكم على خير الفيديو الجاي، وزي ما قلت لكم لولو لو في اي تعليقات اكتبوها لنا. يا ريت. ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش موضوع تكعيبه العنب اللي عنده فكره عنه يقول لي عليه عشان انا نفسي اعمله وخايفه. يلا مع السلامه يا جماعه. باي باي باي. باي.